السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم. السلام. سيدي سلطان عزب. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام علیکم برادران عزیز و معتبر، محترم مهمانان عزیز و گرامی قدر، خداوند هر یکی ما و شما را برای برپا داشتن عبادت خویش دعوت نموده و البته اجابت نموده حاضر گردیدیم. پروردگار عظیم و شأن تن صحت و خاطر جمع، فضل و برکات اهل خانوادی علیه اهل جماعت و خودش عطا فرماید. خداوند ما و شما را به دنیا آورد، آدم علیه السلام را بنا کرد و نگفت که را حسابت یا گفته کشنید. تعلیم و تربیه نمود با واسطه قرآن مجید خویش در هر یک دور و زمان برای هر یک پیامبران عبادت خداوند چگونه انجام دادن، کارهای نیک انجام دادن کارهای نیک، از کارهای بد باز ایستادن را خداوند تعلیم و ترغیب نمود. از سر دنیا تا آخر دنیا با گفت خداوند اجابت کرده می شود، عملهای نیک انجام داده می شود. بهترین عملهایی که خداوند برای ما و شما امر فرموده است 5 وقت نماز بوده است در یک شبانه روز. دیگرش پرداختن زکات مال برای آنهایی که خداوند قدرت و توانایی دولت و ثروت عطا می کند و حج بیت الله انجام دادن و من حاضر یکی از آن که برپا داشتن ماه شریف رمضان حساب می‌یابد که خداوند البته هر یکی ما و شما را نصیب دار گرداند که تا آخر ماه شریف رمضان به پرگی انجام دادن عبادتش را خواهیم گرداند. برادران عزیز و معتبر، یک چند مراتب بیان فرمودید. خداوند خودش امر می‌کند هر یکی ما و شما را برای عبادتش به جا آوردن، لیکن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قانون جمهوری تاجیکستان نیز هست. بعضی مقامات ها دیگر کارها که طبعا هر یکی ما شما خود می‌دانیم
یکی این فرصت که یک شب یک بار میلیون هم مسجدهای تفتیش تو مراقب بودی در راهش گرداند تنی صحت و خاطر جمع فیض و برکات اهل خانده حالی که مشمای خودش عطا فرماید والله خیر و حافظ و محو ارحم الراحمین. قاره شنو خیره کدی میگرفته چی معلومه دیدم برای اما نه تیپ بیکار نیستده گفتم سیپ تاریک نه تنها افتیماری پروست کن وای نه تیپ تاریک نمیست که سالی وای های بکن چیز Aku tahu dulu ni ho. Nah. Mana gede mana. Aziz bakşıyor be. Bakşıyor be. کدوم دنباله؟ ممكن أعرف كمان اللي يفتح ليه؟ نه ممکن گفتن چی امروز تلگرام دارم دانلود تلگرام که دارم سابشن میگه تو یه تکوی تلگرام میگه آها جنبه کنار دارم میگه تلگرام برای تو که اکران خالی نیست تو فقط چایس کن از این آنده خفتن خونده میتونه رمیم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نماز تراویح. الله أكبر. الحمد لله رب الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقال ما نهاكما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن الآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم
يحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله الذين اتخذوا من دونه لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربي الحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتكم به الله إن شاء وتنسون ما تشركون. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفسدون. قالوا وجئتنا لنعبد
وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ونحن تعلمون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها فما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا Çay çay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبرکاته. السلام علیکم برادران عزیز معتبر محترم مهمانان درگاه خداوند عظیم الشان. در این شب‌های مبارک الحمدلله شکر و سپاسگزاری می‌کنیم خداوند کریم را که هر یک ما و شما را برای برپا داشتن عبادت خودش هر یک ما و شما را دعوت نموده و ما و شما را حاضر کردید. خداوند روزهای داشته ایستادگی همه جماعت ما در رحمت قبول مستجاب گرداند. تنی صحت و خاطر جمع فیض و برکات خاندان همه جماعت خودش عطا فرماید. همه حاضرین خداوندشان احسانات و برکات عطا فرماید. هر یکی ما و شما برای برپا داشتن نماز اینجا حاضر می‌گردیم. بعضی فرصت‌ها می‌شود که نماز بر دیر مانده می‌آییم. این را بسیارها خوب می‌دانند. ممکن بعضی برادران که نو آماده باشند ممکن همین ترتیب را ندانند. وقتی که به مسجد وارد می‌شویم اگر نماز خفتن را خوانده شده باشد نماز سنت خوانده ایستاده باشند پس البته ما گفتیم که اول 4 رکعت فرض نماز خفتن خوانده گیریم یا اینکه نماز تراویح آغاز شدگی باشد 4 رکعت فرض خواندن ما شرط و ضروری حساب می‌آید. اول 4 رکعت فرض نماز خفتن خوانده ایستاده پس از آن بعد نماز تراویح همراه میشیم امام دامدامه. پس از آن نماز تراویح را خوانده شده وقتی همین صحبت یا اینکه تسبیح تراویح خوانده میشود در همین اثنا 2 رکعت سنت نماز خفتن را خوانده میگیریم و باز با امام دامدامه همراه شده ایستاده با خواندن نماز را برپا می‌داریم. این به اهمیت دادن ما شرط و ضرور که اول فرض اول جا یکم جا می‌ایستد دوم واجب سوم سنت پس امر مستحب دیگرها در پی می‌رود. خداوند هر یکی ما و شما دنیا و اول چهل که گفتیم یک راه و روش زندگیمان را معین کرد. ماه شریف رمضان یکی از وقت‌های مناسب برای به دست آوردن فایده‌های همین دنیوی و اساساً اخروی بوده است که در یک حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان می‌نمایند. از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت شده است که میگوید فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و صحابگان کرام که روزه‌دار هر که روزه‌داری را افطار بدهد مثل ثواب آن روزه‌دار اجر و پاداش به دست می‌آورد گفتند و از ثواب شخص روزه‌دار یک ذره کم کرده نمی‌شود گفته بشارت دادند. صحابگان کرام گفتند که یا رسول الله ما اینقدر قدرت و توانایی بعضی ما نداشته باشیم که روزه‌داری را افطار بدهیم. گفته سؤال کردن میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یک قطره یک خود آب که یک روزه‌دار افطار الکی ثواب همین
روزدار افطار دادگی میگفتن که مسئله ثواب شخصی روزدار را در شب‌های گذشته بیان فرموده بودیم که چقدر بودن قدر و منزلت روزدار، چقدر بودن اجر و ثواب و غیر الله بزرگ هیچ کس نمی‌داند و شما دادن. و از همین اهم و بزرگترینش باز بیان فرمودند که گناه‌های اهل همه خانواده افطار دادگی گناهش را خدا مغفرت می‌کند بیان فرمودند. پس در دوام حدیث میگویند که هر کی میگویند روزداری را آب بدهد روز محشر با فرمان خداوند از حوض من آب نوشانیده میشود که بیان فرمودند. یک نعمت‌های بی‌نهایت بزرگ برای به دست آوردن فرصت‌های غنیمت، برای به دست آوردن ثواب‌های بزرگ، هر یکی ما و شما خدا موفق گرداند همین به اهمیتی. مثلا یک افطار کنام یک جا نشستیم، اقلاً همه یک دانه خرما گرفته ایستاده یک یامنگیتان درست کنید، این هم یک مهر و محبت نسبتی همدیگری نشان می‌دهد و همین ثواب ان شاء الله نایل می‌گردیم خداوند عطا فرماید که یک کسی دیگر به درست کنانی یا نگه‌ها و همسایه‌ها درست کنیم که همین قدر اجر و پاداش جای نشستگی هم گرفته میتوانستیم. مثال میبرند یک دوره‌های بعدی پاس کردن شوروی میگن از دیگر دولت‌ها بسیار یادم‌ها می آمد. سال‌های وضعی بود که سال‌ها این خوب می‌دانند. یک بوده نام به اجرت برفته می‌ایستادند. بعضی حالت‌های وضعی گذشت از سر. خداوند این روزهای سری جوان‌ها عموماً نبیارد. خداوند فیض و برکاتش نازل کند. تنجی امانی دولت‌ها را پایدار و استوار گرداند. چقدر برادران و خواهران ما و شما فرزندان گذشته برفتند. روزهای وضعی در یک بوده نام مرتبط شده. همون دوران از دیگر دولت‌ها، یعنی از دولت‌های امریکایی و آلمان و اروپا بسیار سخاوت می‌آمدند در سیاری دراز می‌کردند. خیلی هیچی نمی‌شد، لیکن همون یک چیز بود برای بعضی عائله‌های کم‌بضاعت علاجی کرده زندگی‌شان می‌گذشت. یک راهب می‌گویند یکی از مملکت‌های همین آسیای میانه آمد می‌گویند آمده کارخانه می‌کشد می‌گویند با پول خودش کارخانه می‌کشد کار می‌کنه تامین می‌کنند. اهل کارگراش میگویند از ملت‌های روس، تاجیک، ازبک، قرقیز هر ملت هستند میگویند. کارخانه‌اش به کار می‌فرماد، معاش آنها را می‌دهد. از باقی مانده پول‌هایی که به دست بیارد خیرات و احسان می‌کند، زندگی خودش را به پیش می‌برد. کارش میگویند رواج و رونق یافته تا بالا کارهاش پیش برفته، پول‌های زیاد به دست آورده می‌سازد. خداوند همه مهر و محبت خودش دیده همون راهب می‌اندازد. راهب یکی از شخصانی که نصرانی‌های دامولهاشان پاپشان بیمن همینطور برای کلیسای خودش صرف می‌کرد، پول‌های عموم به دست آورده شد و مبلغ‌های فایده شد. پس یک روز ماه رمضان وقتی که نازل می‌شود از علم تورات و انجیل و قرآن نیز خوانده بوده است. میگوید ماه رمضان ماهی بی‌نهایت بزرگ است. میگوید با حرمت ماه شریف رمضان مسلمان‌ها را به دسترخوان افطاری دعوت می‌کند. تنها مسلمان‌ها را دعوت می‌کند. میگوید من این شب به خانه‌ام افطار می‌دهم، مرحمت کنیدتان می‌گوید. همه مسلمان‌ها حیران میشن. این میگن غیر دین اسلام و نصرانی چی افطار می‌داده است. بعضی‌ها نمی‌روند، بعضی‌ها جایشان بودگی‌های هم افطار کنان‌های خودشان را می‌روند. یک 12 نفر میگویند شخصان افطار به خانه این می‌بیان. وقتی که به نزد خانه‌اش حاضر می‌گردند می‌بینند که در دستش کتاب قرآن است که در به پایده ایستاده است. میگن هر یک شخصی که وارد میشد همون کارگرش به یک کتاب قرآن هدیه می‌کنند. این هدیه می‌گوید برای شما. خرسند میشوند من نصرانی باشدم قرآن عزت و اکرام می‌کرده است. ماه شریف رمضان عزت و اکرام می‌کرده است. بسیار خرسند میشوند. کارگران می‌رن می‌نشینند. دسترخوان‌های افطاری آماده می‌شود، دهانشون را می‌کشند، افطار می‌کنند. پس از تناول کردن طعام می‌آید و می‌گوید من همین گوش کردن تلاوت قرآن را بسیار دوست می‌دارم. می‌گوید قلب من همین چی باشد که جایگیر شدگی. می‌گوید من التماس می‌کنم درس هر یک قرآن است. می‌گوید همین کشاده یک آیت
یک سورمی یک ورقی همین من به تلاوت کردستان من یک حضور و حلاوت برام میاد همین خدا دسترخوان‌های کشادگی من سببش همین میگه همه حیران میشن یک گیرا شما نگاه منن و چندکی چای رو بگیرد و خسته چای دمپونی میبرود اما در 12 نفر نشستگی و یک گیرا شما نگاه میکنن هیچ کس قرآن حرف عربی خوانده نمیتواند قرآن دستاشوننده من مسلمان میگن لیکن یک حرف نمیشناسم اینا شما نگاه یک تاشون میگن که یکم خوانده میتواند نی همه چی باز سوال میکنن که اقلا یگان آیت می سوره میدانستگی ها هستن می درون آمده گفته سوال میکنن یک تاشون میگن که من سوره فاتحه الحمد میدانم میگن تمام برابر میگن یه برادر میگه شما همین سوره الحمد خوانید ما کتاب میکشاییم کتاب نگاه کرده میشینیم از کجا میدانم میگن میخوانید فراوت میکنید با اثر خواندن میگیرید کتاب شما ورق زدید ما هم ورق بزنیم میگن خب بگم برابر میانی کتاب میکشاییم میگن یکشون میانی کتاب میکشان و قرآن نگاه کرده میشنن الحمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه سر میکنن الحمدلله رب العالمین تخوانوسیان واقعا همه گوش کرده نگاه کردن و آدم شوش دم میکند خرسند بیاد من قرآن خوندوسیان اونده مینشیند همراه اینا گوش کرده میشند سوره فاتحه تمام میکنن یک بار میخونن دو بار میخونن سه بار هر یک خوندگیشون تمام کرده یک ورق میگردونن ای گوش کرده نگاه کرده میستد وقتی که یک چند مراتب خونده تمام میکنن صاحب خانه میگه رحمت شما میگه بسیار آوازتان فارم آوازتان خوش بود است میگه من با معقول شد خواهد من با قرآن گفتم شما با جایگیر شد دیگه میگه یکی میگه من همینه گرچنده که زبان عربی ندانم میگه من میدانم که همین سوره که شما خوندید در اول کتاب است میگه برای چی شما میان کتاب خوندستان شده استشتان میگه ورق زدستان گفته سوال میکنن همه حیران میشن سوخ میشن سجود میکنن این مسئله برای چی آورده ایستادیم که همه گفتیم همین حاضرم الحمدلله قرآن خوانان جدا بسیار هستند حاضران شرایط همه مهیا بسیار آیله ها کتاب قرآن میخوانند یا قاری های قرآن بسیار الحمدلله شکرگزاری میکنیم دیگه هم بعضی آیله ها میگیم که همین کتاب قرآن بسته بعضی جا شیف مطلب با آویخته ماندگی یا تاکسی بلند به ماندگی یا اینکه بعضی حالات دیشب که وقتی که پدر مادر بچه دو از دنیا میروند تپی سری آدگی معید به براد قرآن میمانند یک جا دو تقسیم تو پاک کرده ایستاده نیمه قرآن بالی تپی سرش مانده نیمهش پایینی پاشان مانده چون این خیلی کردید بگیم این محافظت میکنند چی محافظت میکنند قرآن و قرآن سخن خداوند است این زیر پا کردن عموما ممکنه احتیاط کردن در کار خود جای بنا میبینیم اقلا یک صبح یک مراتبه شده همون اقلا یک آیت دو آیت یک سوره دو سوره علاقه امکان ما همین ماه شریف رمضان خداوند خودش بیان میکنه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان شهر ماه شریف رمضان خداش بیان میکنه خداوند که ماهی نزول قرآن است برای هدایت کردن مردمان جدا نمودن حق از باطل قرآن نازل کردیم مخصوص خداوند که همین آنهایی که هم بالا مانده یک ریخته یک چند بود بلند شد باقیده همون یک ورق زد خواندن نتانیم هم نظر گذرانیم یا هم حرکت کنیم روزهای بسیار یک حرفش اگر یاد بگیریم هیچی نبودگی در یک سوره های قرآن الحمدلله خوانده میتونستیم بشیم چقدر که پیغمبر صلی الله علیه و بیان میکنند یک سوره اخلاص اگر خوانید 3 مراتب خوانده شد کل قرآن ختمش کردی برابر ثواب نازل میشد گفته بیان فرمودند که همین به البته اهمیت دادن در فرزند ها ما خدا ما تعلیم ندیم از یگان کس آمده ما شما تعلیم نمیده در روز خدا هر یک پدر و مادر عهده‌دار هستیم روز قیامت خداوند هر یک ما شما میپرسد که بنده من تو فرزند دادم امانت بود قرآن فرستادم برای شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردم همین شما به امانت بود که انا همین اجرا کردید وان یک خداوند اصلا یک شما میپرسد خاصتا مردها ابوالای زن و فرزندان پرسیده میشوید مردها پسرکای تعلیم تیم مادران دخترکای تعلیم تیم برای این البته خدا ما دانستن ما در کاری نه یک لوجیک حرکت کرده حقلا من کتاب‌های فعلی با احترام پیشوای ملت
پرزیدنت کشور ما همین زبان کلیدی که چاپ کردن کلی قرآن بسیار خانه ها و بیپول همین تقسیم کردن باقی مانده ها من مغازه ها براده شد همین خریده برای مضمون همین فهمیده عبی همین عمل کرده ما چقدر زحمت ها کشیدن همین برای خلق مقدسه و البته حرکت کردن در کار ما و شما که خداوند علیک ما و شما رای صراط مستقیم هدایت فرماید دعا کنیم پروردگار تو عطا عبادت های رضا من درگاه قبول و مستجاب گردانید تنیسی خاطری جمع فیض و برکات احد خانواده احد جماعت ما عطا فرمایید تینجی آرامی دولت ما پایدار و استوار گردانید تینجی آرامی خاندانی هر یک احد جماعت ما پایدار و استوار گردانید یک برادر دعا طلب کردن یکی از برادران اهل اسلام خداوند شفای کامل عاجزیت پگاه جراحی میشدن خداوند در خطر تمام بیماران اهل اسلام شفای کامل عاجل عطا فرمایید آنهایی که در خاندانشان باشند در بیمارخانه ها شفای کامل در این ماه شفیع رمضان خودت عطا فرموده صفی ما و معامله باز نماز داشتن و نصیب دار گردانید اهل جماعت و اهل خاندان فرزندان نبی رحمه و صراط المستقیم و هدایت فرموده و حافظان کلامی ربانی خودت بگردانید پدر و مادر و عاجبه و خلق و وطن به خدمت بخواهیم بگردانید جوانان ما خداوند هینیک و پایدار و استوار گردانید نجات خرزداران عطا فرما شفای بیماران حاجت هر یک حاجتمندان اهل جماعت پروردگار برای خیر گردانی فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین رحمتك یا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. الله حمده الله الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤمنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى
ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المؤمنين إنا لا نضيع أجر المصلحين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم فدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى يتبعوكم سواء عليكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا
الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صامتين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان لا يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين يدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أنا الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب لا إله إلا الله نستغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله اللهم تقبل منا هذه صلاة العشاء مع سنة مع تراويحنا وجميع صلاتنا وتقصيراتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ده 2 minutes فقط Zaś pieśmę. الله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام محمد تقبل منا هذه الصلاة وارفع عنا مع جماعة محصنة والزناح جماعة ما درجها بقبول مستجاب بقربني تاني صحة خاطر جام فايز وبركات أحد خانواده أحد جماعة ما يعطى خالق قرآن بخدان دا علم لدون برادرانی که خیرات و احسان کرده ایستادن خیرات و احسانشون درگاهت به قبول فرموده هم در این دنیا هم در آخرت اخذینی ربط عجو پاداش خودت عطا فرمود اینجا من قهوه های چای و باکینچی آماده کرده ایستادن جای های نماز برای ما و شما آماده کرده تازه کرده ایستادن برادران عجو پاداشش خداوند در این دنیا در آخرت خودت عطا فرمود برند گویت مایه آماده نمودن آنهایی که مثل یک ذره خدمت میکنن مهنت میکنن زحمت میکشن خیرات و احسان میکنن پروردگار اجر و پاداش تو روز قیامت خودت هر یکشان را صاحبشان را بزرگ نموده عطا فرمایید ربنا آتینا فی الدنیا فی الاخرة حسنة ارحم الراحمین خوش آمدید Foi bom, aí vamos dar um... Ih, cadê?
رياسي بيقول السلام عليكم ما هي أخونا لا چیزی راست نیست دیگه. نه ده احسن نه هیچ نیست او خطو السلام عليكم الحمد لله الحمد لله هاكا خوب تو فدایم نزوشید کنیم